بوركيني يا كابتن حسام ومين اللي فازوا فيها يا كابتن؟ بس انت المدرب بتاعهم، ما ينفعش تقول كده. انت طالع من دوري ضعيف، اذا انت مدرب ضعيف، اذا انت ما ينفعش تدرب منتخب مصر. زي ما الذكاء موهبه فالغباء برضه موهبه. عصام الشوالي قال لك اسد علي وفي الحروب نعامه. الكلام ده بالظبط اللي بيعمله الكابتن حسام مع النادي الاهلي. كابتن حسام حسن، كابتن حسام حسن النهارده لما 40 صحفي حواليه وقال لهم ما حدش يصور وكلام في سركم كده، قال يعني وعايز الكلام يبقى في سرهم، انا هتكلم معاكم كلمتين بس ما تقولوش لحد. قالوا له قول. اول حاجه قال لك بالنسبه كده للمحترفين عمر مرموش مش جاي. ليه يا كابتن حسام؟ صباعه متعور وهيعمل عمليه، وانا بعت لهم، ده هو اللي بيقول، وانا بعت لهم هناك وقلت له يا عمر ما ينفعش تاجل العمليه دي 10 ايام، اما خلي النادي بتاعه يبعت له خطاب رسمي ان هو لا لازم يعمل العمليه. يعني انت مش مسيطر يا كابتن حسام. تمام. الحاجه الثانيه كابتن محمد صلاح المعسكر اللي فات ما رضاش يجي. ليه؟ قال لك اصل عايز يخش مع النادي تدريجيا في المباريات في الدوري الانجليزي. حلو. كابتن حسام ما قالوش تعالى هنا وانا اشوف الاصابه بتاعتك. جميل، موافقين احنا كجمهور او احنا كمصريين، احنا عايزينك تنجح يا كابتن حسام، وكنا واقفين معاك سواء في موضوع صلاح او في اي موضوع، وبنعدي لك ساعات بتهذب كلام وبنقول مش مشكله، عدي مفيش مشكله، المهم تنجح. اتكرر نفس الموقف برضه في نفس المعسكر مع عبد المنعم. كابتن خالد بيبو برضه بالسنك النهارده قال لك اصل عبد المنعم مجهد وكوكا مصاب. قلت لهم لا لازم يجوا هنا واشوفهم الاول، مفيش مشكله. يعني مش نفس اللي انت بتعمله مع صلاح بتعمله مع لعيبه الدوري المصري او لعيبه الاهلي تحديدا. مفيش مشكله يا كابتن حسام، احنا معاك. امبارح لان النادي الاهلي محترف اصدر بيان وقال لك يا جماعه والله احنا نادي محترف وعندنا لعيبه، واللعيبه ديت بتشارك في بطولات لازم يبقى لها فتره تعافي وفتره راحه وكلام زي كده، فانا ملتزم بالاجنده الدوليه بتاعه الفيفا. يعني كلام مفيش فيه اي مشكله، يعني ما بطلبش حاجه زياده عن حقه وما بطلبش حاجه اصلا، هو الطبيعي ده البديهي اساسا. فيقوم النهارده الكابتن حسام يطلع ويقول لك لا احنا عايزين اللعيب، فالصحفيين يسالوه طب يا كابتن ما هو في لعيبه ممكن تتصاب او حمل زايد او كده، يعني بدليل حسين الشحات اللي اتصاب معاك في المعسكر اللي فات. قال لك لا انا قلت له روح اتعالج في ناديك. يعني ده ايه علاقته؟ ما انت يعني دي ندالة يعني هو جه اتصاب معاك فانت بتقول له لا روح اتعالج في ناديك؟ يعني دي حاجه يعني المفروض انت تفتخر بيها. ماشي يا عم حاجه كويسه روح اتعالج في ناديك يعني مفيش مشكله، بس ده ايه علاقته بان انت جالك لعيبه وبحمل زائد ممكن لعيبه تتصاب عندك، لان اللعيبه دي بتشارك في بطولات. ومع ذلك برضو قبل مباراه سيمبا اللي فاتت خدت اللعيبه وما رضيتش تمشيهم او تلعب شويه منهم وتسيب شويه او ايا كان، ما فكرتش برضو غير في مصلحتك. ولما سالوك قالوا لك يا كابتن حسام طب ما هو النادي الاهلي برضو بيشارك في بطولاته باسم مصر، قلت لهم لا هو هي دي بطولات؟ بطولات يا باشا دوري مصري، هو الدوري المصري فيه لعيب كوره يا كابتن حسام؟ احنا الجمهور العادي او احنا بقى الناس اللي في التلفزيون او كده احنا نقول الكلام ده. انت المدرب، انت المدرب اللي بتدرب اللعيبه دي، انت اللي هتتقابل معاهم بالليل يعني انت الكلام ده بتقول الصبح هتقابل معاهم بالليل. هم دول اللعيبه اللي انت المفروض ان هم يحبوك، المفروض ان هم يسمعوا كلامك، المفروض اللعيبه دي هي اللي انت بترفع معنوياتها. يقول لك ما فيش لعيب في مصر بيعرف يستلم ويسلم كوره، ما احنا عارفين، بس انت المدرب بتاعهم ما ينفعش تقول كده يعني ما ينفعش. هيثقوا فيك ازاي طيب؟ قال لك ما لازم ما بيعرفوش يستلموا كوره، فانا عايزهم 4 ايام بدري، يعني انا عايزهم يوم 28 مش يوم 3. يعني في ال4 ايام دول يا كابتن حسام هتخليهم يعرفوا يستلموا ويسلموا كوره؟ هتعرف تخليهم يبقوا تشافي وانيستا؟ ما هو برضه بالعقل. بس الدوري المصري ضعيف، ما احنا عارفين انه دوري ضعيف يا كابتن حسام، بس معلش في كلمه يعني هو احنا جايبينك كنت بتدرب باريس سان جيرمان ولا انت كنت مثلا بتدرب برشلونه؟ انت كنت في الدوري المصري العيان ده يا كابتن حسام، انت كنت في الدوري المصري ده، يعني انت احد افرازات الدوري، وما كنتش بتدرب اهلي والزمالك اللي انت اصلا مستقل اللعيبه بتاعتهم. يعني انت كنت بتدرب اتحاد مصري بتاعه، وكان كبيرك والانجاز بتاعك انك تشارك في افريقيا او تدخل المربع الذهبي، ده كان اكبر انجاز تعمله. دلوقتي بقت البطوله الافريقيه ضعيفه عشان انت مدرب منتخب مصر؟ طب ما من باب اولى يا كابتن حسام انت طالع من دوري ضعيف، اذا انت مدرب ضعيف، اذا انت ما ينفعش تدرب منتخب مصر. وبعدين دوري ابطال افريقيا قال لك الاهلي والزمالك بيشاركوا في ده، انا ما اعرفش الزمالك بيشارك في نهائيات افريقيا امتى، ولكن ماشي قول في 2016 شارك قدام صن داونز يا عم ماشي مفيش مشكله. فبطولات افريقيا ديت اللعيبه اللي فيها ما بتشاركش مع منتخباتها، فلاعيبه ضعيفه عادي يعني مش مستاهله، فالاهلي يلعب باي حاجه والزمالك يلعبوا باي حاجه. هو انت مستقل باللعيبه في افريقيا ومستقل باللعيبه في الدوري، انت واخدهم معاك ليه لما هم ضعفاء؟ ويعني حضرتك كده وسعادتك برنس، والمفروض ان انت تدرب بقى مركز شباب اسبانيول وشباب ليفربول والدنيا جامده. طب انت جاي تضربنا احنا ليه بقى لما انت راجل برنس في نفسك قوي كده ومستقل الناس اللي بتلعب معاك كلها؟ طب الناس دي هتجيب لك بطولات؟ الناس دي انا متخيل لو جابوا معاك بطوله ولا جابوا بطوله افريقيا كالعاده بقى انا وابراهيم اللي عملنا لمصر، احنا بنحب مصر وكأن مصر ما جابتش غيركم انتوا الاثنين. ايه يا كابتن حسام؟ وبعدين يقول لك المنتخب اهم من اي حد واهم من اي حاجه. هو انت ليه مصمم تعمل خناقه وليه مصمم تقارن المنتخب باهلي وبزمالك؟ هو في حد طلب اكتر من حقه؟
بعدين الناس تجيبه يمين شمال. يا كابتن حسام انت في الاخر هتلاعب بوركينا فاسو وفاضل لك ماتشين وتصعد كاس عالم والدنيا جميله يعني. الدنيا مش سهله بالدرجه بس يعني تمام، الدنيا مش برضه اوفر يعني، مش صعبه الموضوع، مش اوفر يعني. قال لك لا انتم مستقلين لبوركينا فاسو. بوركينا يا كابتن حسام ومين اللي فاسو فيها يا كابتن؟ بوركينا فاسو انت خلاص صعدت. انت المفروض تفكر دلوقتي انا هعمل ايه في كاس العالم، انا مش رايح اطلع من الدور الاول يعني. ده اللي انت بتفكر فيه. انما انت بتصدر لنا ايه؟ بوركينا فاسو عندها 28 محترف وانا عندي 8 بس. طب مين 28 محترف؟ كابتن حسام واحنا هطل، احنا عندنا باقات وبندخل على النت وعارفين يعني في ايه يعني. يعني ايه 28 محترف؟ ده اجعص واحد فيهم محمد صلاح بتاعهم اللي في الدوري الانجليزي بيلعب في بورنموث. ايه يا كابتن، والباقيين بيلعب في درجه تانية ودرجه ثالثه وفي فرنسا. وانت عندك 8 محترفين بس، مش 8 محترفين دول اللي انت مش معترف بيهم. يقول لك انا واخويا بنتحمل اللي ما حدش يتحمله ومش عارف ايه. اما انت واخوك يعني انتوا بس اللي في مصر. ما انت معاك على فكره بقيه الجهاز بتاعك، كان طارق سليمان ولا سعفان الصغير وسعد الصغير وبوسي انت معاك جهاز فني وانت وابراهيم بس. يا مصر ما جابتش غيركم يعني. بالمنطق الكتيان بتاعك ده احنا لو سمعنا كلامك وعملنا لك كل اللي انت عايزه، وانا واحد من الناس هروح اقنع الاهلي دلوقتي، وانا هروح اقعد مع الكابتن محمود الخطيب وهروح اقعد معاه واقنعه لك يعمل لك اللي انت عايزه. هتصعدنا كاس العالم، وبعد ما تصعدنا كاس العالم هنخرج من دور 502 ولا هتوصلنا قبل نهائي؟ ما هو بالكلام اللي انت بتتكلم بيه ده ان انت هتغير الكرة في مصر وهتاخد اللعيبه اللي ما بتعرفش تباصي وهتغير منها في الاربع ايام دول من يوم 28 ليوم 5 قبل الاجنده الدوليه باربع ايام. دول اللي هيعملوا لك الفرق ده كله. انا موافق، هتصعدنا بهم بقى كاس العالم، وانا ما تصعدنا كاس العالم هتوصلنا للنهائيات. ما انت تقول لي برضه انت هتعمل ايه في كاس العالم؟ انا من حق اعرف ان انت مدرب فشيخ كده وهتغير الدنيا وهتعمل اللي ما حدش عمله. واخيرا زي ما الذكاء موهبه فالغباء برضه موهبه. ما هو فن انك تخسر الناس اللي بتدعمك وبتأيدك، ده فن، ده مش حاجه سهله. اخيرا ربنا يوفق المنتخب والاهلي وشكرا.